مشكلتنا مع أطفالنا إنهم أول ما بيعملوا أي حاجة غلط بنجري نزعق ونتعصب عليهم، وممكن كمان نضربهم، وبننسى أصلا إنهم فئة عمرية صغيرة. بننسى إن إحنا ممكن أصلا نكون ولا علمناهم ولا وجهناهم ولا عدلنا سلوكياتهم ولا حتى فكرنا في يوم إننا نحملهم نتيجة اللي عملوه. وده بيكون بسبب حاجتين: أول حاجة ضيق وقتنا إحنا كأولياء أمور وكأعباء حياة والتزاماتها المادية الكتيرة، وتاني حاجة أطفالنا والجيل الحالي اللي بقى غير الأجيال اللي فاتت. أطفالنا بقى عندها وعي كبير، بقوا متفتحين، بقوا بيسألوا كتير وعاوزين يفهموا أكتر، بقوا عاوزين يجربوا ويشوفوا كل حاجة حواليهم. وللأسف الحاجتين ضد بعض: ضيق وقت وأعباء الحياة قصاد جيل واعي ومطالبه كتيرة. وده اللي بيخلينا نلجأ إحنا للعقاب والضرب اللي للأسف مع الجيل ده ما بقاش يجيب أي نتيجة. طب نعمل إيه؟ طب ما تيجوا نغير أساليب العقاب بتاعتنا ونخليهم يتحملوا نتيجة اللي عملوه، اللي هو تحمل العواقب. العقاب مش بيغير سلوك، هو بس بيخلي الطفل يبطل يعمل كده لفترة مؤقتة، بمعنى أصح بيخوفه لفترة، وبعد كده كل حاجة بترجع زي الأول وممكن أسوأ كمان، علشان الطفل بيفهم إن ماما أو بابا اللي عاقبوه دول مش بيحبوه. أما تحمل العواقب فالطفل بيفهم إن السلوك اللي عمله هو السبب في اللي حصله فبيغيره، وبتفضل الأم أو الأب هما مصدر الأمان عنده، على عكس العقاب